قصة سوسنة العفيفة التي وردت في الإصحاح 13 من سفر دانيال النبي. سوسنة كانت إنسانة عفيفة وبنت ربنا جدا، وزوجها كان من وجهاء المدينة، وكانت ساكنة في بيت كبير، بيت ليه جنينة كبيرة قوي، وكانوا 2 شيوخ قضاة من بني إسرائيل بيجوا يحكموا ويفصلوا في قضايا الناس في بيت زوجها. وال2 القضاة دول ما كانوش يخافوا ربنا، ونظروا لسوسنة نظرة وأرادوا أن يخطئوا معها. فبعد ما كل الناس مشيت هم استخبوا في الجنينة. سوسنة خرجت للجنينة بتاعتها ومعاها بعض من البنات اللي معاها اللي كانوا شغالين عندها، فقالت لهم أنا عايزة استحمى في الجنينة، فاقفلوا الجنينة كويس وتفضلوا انتوا من أبواب السر. قفلوا الجنينة ومشوا. هي ما تعرفش إن الشيخين كانوا مستخبيين. بعد ما البنات مشيوا هجموا عليها الشيخين وقالوا لها احنا عايزين نخطئ معاكي، وإذا ما وافقتناش هنقول إن كان معاكي شاب وهرب وهنحكم عليكي بالموت. فيقول الكتاب المقدس فرفعت طرفها إلى الله، طرف عينيها إلى الله، وصرخت لربنا وقالت له لا يا رب، أنا لا أخطئ، إنما أنا أعيش بأمانة وبخوف وبطهارة أمامك. وصرخت وهم صرخوا والناس جم قالوا إحنا كنا في الجنينة بصينا ملقينا شاب هجم على سوسنة وكانوا في حالة في خطية، وهذا ما نشهد به. الشاب لأنه كان قوي هرب فامسكناها هي. تاني يوم عملوا محكمة. ليكي كلام؟ هو ده كلامنا. عندك أي دفاع عن نفسك؟ هتقول إيه؟ ما حدش كان موجود. فصمتت سوسنة، فحكم على سوسنة بأن ترجم. فأخذوا سوسنة وهم ماشيين بيها في الطريق عشان ترجم، وكل الناس زوجها وأولادها وكل ذوي قرابتها قالوا لم نسمع هكذا عن سوسنة. لا لا لا، ما سمعناش حاجة عنها أبدا. لا لا لا، بس هيعملوا إيه؟ ما حدش عارف يرد. يقول الكتاب المقدس في دانيال 13 وإذ كانت تساق إلى الموت، وإذ كانت تساق إلى الموت نبه الله روحا مقدسا لشاب حدث اسمه دانيال. كان دانيال لسه شاب صغير، فنبه الله روحا مقدسة في دانيال. قال له ايه ده؟ فصرخ دانيال بصوت عظيم أنا بريء من هذه السيدة. فالتفت إليه الشعب كله وقالوا ما هذا الكلام الذي قلته؟ فوقف في وسطهم وقال أهكذا أنتم أغبياء يا بني إسرائيل حتى تقضوا على بنت إسرائيل بغير أن تفحصوا وتتحققوا الأمر؟ ارجعوا إلى القضاء، فإن هذين إنما شهد عليها بالزور. فأسرع الشعب كله ورجع، فقال له الشيخان هلما اجلس بيننا وأفدنا، فقد أتاك الله ميزة الشيوخ. عايزين يقولوا له يا حتة عيل انت فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهما من بعض فأحكم فيهما.
فلما فرق الواحد عن الآخر دعا أحدهما وقال له: يا أيها المتعتق الأيام الشريرة، لقد أتت عليك خطاياك التي ارتكبت من قبل. يا ما غلطت أنت زمان بقضائك أقضية ظلم، وحكمك على الأبرياء، وإطلاقك للمجرمين. وقد قال الله: البريء والذكي لا تقهما. فالآن إن كنت قد رأيت هذه السيدة فقل لي تحت أي شجرة رأيتهما. هي والشاب اللي بتقول عليه أنت ده، تحت أي شجرة رأيتهما يتحدثان. هم قالوا إن كانت في حالة خطية، إنما دانيال قال له: كنت شفتهم بيتكلموا تحت انهي شجرة؟ قال: تحت شجرة الدروة. قال أي حاجة بقى. فقال دانيال: لقد صوبت كذبك. زي ما قلنا في عقوبة الكذب: تهلك المتكلمين بالكذب، تهلك المتكلمين بالكذب. فقال دانيال: لقد صوبت كذبك على رأسك، فملاك الله قد أمر من لدن الله بأن يشقك شطرين. ثم نحاه وأمر بإقبال الآخر، فقال له: يا نسل كنعان لا يهوذا، قد فتنك الجمال وأسلم الهوى قلبك إلى الفساد. هكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائيل، وكنا يحدثانكما مخافة منكما. أما بنت يهوذا فلم تحتمل فيكما. فالآن قل لي تحت أي شجرة صادفتهما يتحدثان؟ فقال: تحت شجرة السنديانة. برضو قال أي حاجة من دماغه كده. فقال له دانيال: وأنت أيضا قد صابت كذبك على رأسك، فملاك الله واقف وبيده سيف ليقطعك شطرين حتى يهلككما. فصرخ المجمع كله بصوت عظيم وباركوا الله مخلص الذين يرجونه. عقوبة من عقوبات الكذب يا أحبائي زي ما قلنا، تهلك المتكلمين بالكذب، الهلاك. وهذا ما حدث يا أحبائي مع الشيخين اللذان كذبا وافترى على سوسنة العفيفة